فطوري اليوم كان بيض مقلي بخبز صحي بدون ولا رشة طحين، مناسب للكيتو دايت ولللو كارب. تعالوا نعمل الوصفة مع بعض. بصحن غميق أخدت بيضة، حطيت لها معلقتين كبار من الطحينة، ولازم يكون مكتوب عليها 100% سمسم. رشيت لها ملح وشوي من المي، خفقتن مع بعض، وعلى مقلاية تيفال مسحة صغيرة من زيت الزيتون نزلت عليها الخليط، وحاولت ساويه على شكل دائرة قدر الإمكان، ورشيت لها حبة بركة. أول ما تستوي من تحت بقلبها على الوجه التاني وبتركها لحتى تستوي. رح تسألوني شو طعمته هالخبز؟ طعمته طحينة، وخبز العدس طعمته عدس، يعني ما تتوقعوا إنه رح يطلع معكم خبز عربي مثلا. أخدت شريحة من جبن الماعز، هذا الجبن ممتاز للدايت لأنه صحي وما فيه دهون نباتية، مع بيضة مقلية ورشة فلفل أسود، إضافاتكن حسب الرغبة. فطور صحي ومشبع وطيب كتير. لا تنسوا اللايك للفيديو.